اوتش، ده بيوجع. خفافيش. انا كمان خايف. المفروض الاكسجين يساعد. الدكتور عمل كل حاجه غلط. فين هاي، انتي تاني مش عارفه تعملي حاجه مفيده؟ انا ههتم بيكي. تم الكشف عن وينزداي الحامل. ايه، انا كمان هولد دلوقتي. انت جيتي المكان الصح. اتفضلي هنا. ادفعي، اتنفسي اتنفسي، يلا يلا. ميجن هاديه قوي في ولادتها، قربت تكون اخيرا هتقابلي بيبي. نموذج مثير للاهتمام. العروسه دي ولدت ايه؟ كأني انا اللي ولدت. ده كان صعب. الدكتور ده اكيد محتاج اجازه. قبل كده بكم شهر. لا، احنا مستنيين من امبارح. متحمسه قوي ان انا اكون قريب. اكتبوا كلمات دعم في التعليقات. كتاب العرافه القديم. يلا نشوف ازاي نعرف نوع الجنين المستقبلي. محتاجين شويه مكونات بس. صباع ساحر عجوزه، تاتينا مسروقه، وبودره لحساسيه الدايبر. طيب عندنا مين هنا؟ عروسة غريبة. طرق قديمة يا صديقتي. تشغيل وضع الألترا ساوند. دي بنت. إجراء غريب. اللي بعده سريع جدا. من فضلك نامي على الكنبة. جات لي فكرة. ما تخافيش، مش هتوجع. طيب يا دكتور. يلا نشوف نوع جنين. غريبة. لاعب فوتبول؟ هي دي نكتة؟ أنا هشيل التداخل. يلا اطلعي من هنا. رجعي كل حاجة زي ما كانت. بيقتل المتعة. انتي قلقانة يا مامي؟ دلوقتي شفت مين جوه. مبروك، هتجيبي سايبر بوي. باباك هيكون فخور بيك. احنا ما نعرفش حاجة عن الأمومة. الليدي دي هتفهمكم كل حاجة. ازاي تكوني سوبر ماما اكسبريس كورس. اسمي مامي لونج ليجز، وهحولكم لسوبر ماميز حقيقيين. طلعوا قلمكم وابتدوا اكتبوا ملاحظات خطوة بخطوة، وهتكونوا سوبر ماميز قريب. مش صعب صح؟ يلا نبتدي تطبيق اللي اتعلمتوه. هايل، يلا نشوف. أنياب هو فامباير؟ ما تتشتتوش. عشان تكوني سوبر ماما حقيقية شغل صعب مش هزار. شدوا بطنكم، يلا نكمل. الأمهات مش بياخدوا ويك إند ولا بريك. بتاكل وتشرب وتغسل وتلعب وتجري وتنظف وبتعمل غسيل وكوي وتنيم. أنا منع النوم في حصصي. أوبس، الأسبوع اللي فات نمت في أماكن غريبة جدا. عرض مألوف. مشوق. امبارح مثلا نمت في الحمام. ونزلي قررت تنام شوية في صاروخ. ممكن تكون بتحلم بنفسها نايمة. كفاية كده. اصحي دلوقتي، انتوا أمهات يا حبايبي. هتناموا بس لما أقولكم يروحوا الجامعة، فاهمين؟ ليه؟ أخبار هايلة. أول حاجة في القايمة حامل الطفل. دي حاجة مريحة جدا. إيديكم هتكون دايما فاضية. واو، وممكن تشتغلوا على اللابتوب أو تحطوا ميك اب. دلوقتي دوركم بسيطة. هنحتاج أسلاك أصفر أخضر، أسلاك كتيرة مختلفة. أنا بفصل شنطة ظهر رائعة للبيبي بإيدي. استعداد جد. نخيط وغرزة ونخيط ونعكس. إيه جدا ميجن. طيب ده مش ضروري، ده كمان مش هيكون مفيد. اتفضلي، الشنطة جاهزة. ميجن عملت شغل رائع. الحجم مناسب جدا. ايه الجميل الصغير بتاعي. وميزة إضافية، شحن سريع. تكنولوجيا متقدمة جدا. جبتي درجة عالية. مفيش حاجة مميزة. أنا هخلي حامل البيبي بتاعي حاجة حصرية فعلا. طيب ايه رأيك؟ ده مش كويس خالص. طيب خلينا نعملها بشكل تاني. أنا كمان بعرف أخيط بفضل جدتي علمتني. وينزداي دايما مبتكرة. الخيوط العادية مش هتنفع معاها، بس خيوط شبكة العنكبوت هتكون مناسبة. رائع. دلوقتي يلا نبتدي شغل. ما تنسيش وينزداي ازاي تتعاملي مع الإبر دي. لف عنكبوت لف. هتتحول لشنطة ظهر في لحظة. ده كويس.
نفعت. دلوقتي يلا نشوف. الطفل دخل. برافو يا كئيبة، عملتي كويس جدا، أنا موافقة. مبروك. حملت الأطفال. تمام، البنات عملوا كويس في المهام بتاعتهم. الأكل مش بس بيكون لذيذ، لازم يكون كمان مفيد للبيبي المستقبلي. انتي ابدأي الأول. مفيش حاجة أحلى من برجر جوسي. هنحتاج عيش كرانشي، مستردة كتير عشان نحفز المخ، قطعة لحمة مستوية كويس من لحم بقر فاخر، وبعدين كاتشب. شكله لذيذ. جبنة من لبن الخفاش. يلا ننهي بصلصة الحب. فاست فود، الأطفال بياكلوا كده؟ طماطم. طبقة الوسط العيش، ونحط على الطبقة اللي فوق عنكبوت عشان الزينة. ادهولي. المشكلة دلوقتي ده جانك فود، ارميه. الأطفال المفروض ياكلوا ده خضار، ده اللي الأجساد الصغيرة محتاجاه. بجد أنا عندي حساسية من الكروم. الطفل محتاج فيتامينات، أنا مش معزة. دلوقتي دورك يا روبوت، وريني تقدري تعملي إيه. قابلت المهمة، بجهز أكل صحي. الشوفان المصنوع من البطاريات بيجدد الطاقة بسرعة. إيه اللي بتعملوه ده؟ ده اللي مفيد. جزر فيه كل الفيتامينات والمعادن. عندك فرصة رائعة، ابدأي. يلا حطي في فمك. بصراحة مش سيء، وحتى في نكهة زي الحديد، على ذوقي بالظبط. يمكن ميجان كانت أغلبها في حياتها السابقة بتاكل الجزر بإقبال شديد. برافو، اديني هاي فايف. البنات بيتعلموا بسرعة من معلمتهم. المهمة التانية كمان خلصت. ايه اللي بعد كده؟ الدايبرز لازم تتغير بسرعة جدا عشان الناس حوالينا مش يموش حاجة. يلا نتعامل مع البيبيهات. انتي هتتولي سايبورغ بيبي. المعلومات دي مش في برنامج ميجان، دي المواد التعليمية الخاصة بيكم. اربطهم كويس عشان ما يطلعش منهم حاجة. 1 2 3 يلا نبتدي. من الحكم على مشاعر مامي، الطالبات مش عارفين يعملوا المهمة صح خالص. أول واحدة هي ميجان. يا ربي، البيبي مش قادر يتنفس. وضع الليزر نوع من السحر. ودلوقتي الهواء يكون كويس أكتر. طيب مش وحش دلوقتي، أنا أقدر أتعامل مع أي مهمة. إيه أخبار تقدم الطالبة التانية؟ مش كده صح؟ ده حماية من الروايح. جربي تاني واعمليها صح. صعب التنفس بده. طيب يلا نشوف. لا ده مقرف. طيب يا بنات لسه قدامنا مشوار طويل. هي مش محظوظة. ها الدايبرز تمام. يلا نكمل. وروني ألعب أولادكم. سهلة، أنا جايبة كل حاجة معايا. شوفوا إزاي ممتع اللعب بالأسلحة، حادة جدا وكمان رائعة. ممكن أقطع بيه تفاحة أو أدخل حرب. ده مش مناسب خالص، خصوصا للبيبي. بدأوا في اللعبة دي ملونة بزيادة. لو كان عندي حاجة زي كده في طفولتي ما كنتش هعيش. أنا عندي فكرة، علبة اللون الأسود أنقذتني كتير جدا. أهو خلاص، دلوقتي ثانية بقت مختلفة. البيبي بتاعي هيحبها. يا ربي. طيب معاكي إيه يا ميجان؟ فيديو جيم كونسول؟ لا، الألعاب الإلكترونية مضرة للأطفال. الشخشيخة أيوة، كونسول لأ. بدائي قوي. اضربيه. أيوة، سيف ليزر. ضربة مباشرة. أوبس، بلغت شوية. كنتي صح، الألعاب الإلكترونية زي الإدمان. أنا موافقة. حركوها. الألعاب ممكن تتحول لآلات موسيقية. بنحس بالذوق من سن صغير. الألعاب تمام. دلوقتي أكتر جزء مشوق، الرياضة. بوعدكم إنه هيكون ممتع. أهي شوية كور اللياقة. خدوا نفس عميق من الهواء النقي وهنبتدي النط. مش عايزة، التمارين دي غريبة. خلوني أوريكم. قوموا، نفس، اقعدوا. أنا عروسة روبوت مش محتاجة أتنفس. أنا المدربة هنا وأنا المسؤولة. مش هعمله. أنا اللي بقرر اللي هيتعمل إيه في حصصي. قابلت أمر الشويق والزفير. برافو. وما تنسوش القفازات. وينزداي. أيوة بحاول. فوق، نفس تحت. مش هتكونوا جاهزين 100%، بس الأهم تحبوا أولادكم، وبعدين كل حاجة هتكون كويسة. طيب أنا شايف إن انتوا تستاهلوا لقب سوبر ماما. شكله هيبتدي. أنا بولد.
ربي، لازم نفضل هاديين. لازم تروحي للدكتور. خدي نفس عميق. وما تنسيش إنك تدفعي. ميغان هي كمان حامل ومودها وحش قوي. لا، الانقباضات. أنا هولد. خلينا نساعدك. دي بتوجع. ما تخافوش يا أمهات المستقبل. أوكي توكي عندهم فيديوهات مضحكة. عجبك يا حبيبتي؟ هو مين اللي جاي؟ يلا نشوف مين عايز يزورنا. أنا هقع. أوتش، دي غلطتك. دايما بتقف في سكتي. سينج عايز يشوف مين الشخص اللي هيزورهم. أنا لازم أخلي بالي. واو، الطلب بتاعي وصل بسرعة جدا. أنا فاكرة إن شكلها كان أصغر من كده على الموقع الإلكتروني. من الواضح إن وينزداي بقى عندها صديقة على الموضة. أهلا يا فتاة التوصيل. أهي العروسة المميزة بتاعتك ميغان. حالتها ممتازة، دي مشحونة من أوهايو. شكلك سعيدة قوي. قولي لي أنتِ إزاي كده؟ وقعي هنا وأنا هوريك إزاي تكوني سعيدة. ميغان دلوقتي بقت جزء من العيلة. استخدميها بحرص. هي إيه وظيفتها الأساسية؟ تشغيل الذكاء الاصطناعي، البحث عن المالك، تحديد الهدف فوق سن ال 18. عقلها موجود. شوفي إذا كنت أنا جاهزة للولادة. الأستاذ صوابع مش بيحب الآلات اللي بتتكلم. دلوقتي هطمن على صحة البني آدم التاني اللي جواكي. حركات رائعة يا ميغان، ممكن تعلميني؟ تشغيل أشعة البطن. وقت أعمل البيبي بتاعي عشان أعرف شعور وينزداي عامل إزاي. اكتملت العملية. أنا مبرمجة عشان أتأكد من إن الحمل بتاعك هيمشي كويس. أنا حاسة إن عندك مهارات كتيرة جدا مستخبية يا ميغان. طيب أقدر أعتمد عليكي؟ أنا جاهزة لأي حاجة. فيو، الجو حر قوي. أنا نسيت إن الست الحامل على طول تعبانة. خليني أساعدك. أنتِ عارفة إزاي تخلي الجو ساقع؟ طيب وريني ده. استمتعي بالنفس. أيوة، ساقعة أخيراً. أيوة كده، دي نعمة فعلاً. وأنتِ شاطرة في شغلك يا بنت. هي المية خلصت إمتى؟ مش مستحملة العطش. اتصرفي. لحظة واحدة وهرجعلك. مهمة المشروب للأم بدأت. ومفيش حاجة هتقف قدام ميغان عشان تجيب مشروب منعش لوينزداي. منعش جدا. الناس اللي بتشتغل جامد تستاهل أجازة فاخرة. وصلت للهدف. لذيذ قوي. هاي رجعيه. شكرا. ليه اتأخرتي؟ اتفضلي. لكن أنا بكره كل الحاجات الملونة. اتصرفي. طيب أنا هتصرف. أنا هختار لونك المفضل. فوالا. اتفضلي. دلوقتي أنا أقدر أشرب. أنتِ بتفهمي كويس في كوكتيل يا ميج. أصدقائي، تحبوا إن يكون عندكم مساعدة زي ميغان؟ وإيه اللي هتعملوا بدلكم؟ اكتبوا في التعليقات. رائع. 1 2 3 ابدأ. وينزداي بتكره الروتين. قولوا لي بتشجعوا مين؟ ميغان عروسة شاطرة. وينزداي جاهزة للروك أند رول. فرقة وينزداي وشركائها مستمتعين بنفسهم جدا. ملكة الظلام ده نصيبي. أنا بحب الحزن والكآبة والتعذيب. كفاية. إيه المشكلة؟ الصوت العالي وحش للأطفال. كفاية كده دوشة. أعرفك بالتكنولوجي. هدوء. دلوقتي غني. أنا بحب الألحان الجديدة. هي إيه مشكلتك؟ من هنا ورايح هتتمرني بقوانيني. العبي زي ما أنت عايزة. موسيقى رهيبة. في يوم من الأيام أنا هرجع الجيتار بتاعي. أنا محتاجة تشحن. تحبي تاكلي فاكهة؟ صحيح انتي بتستخدمي الكهرباء. قريب العروسة بتاعتي هتكون مشحونة على الآخر. هوصلها وأمشي عشان أجهز مقالب. كل إعجاب بيشحن بطاريتي أسرع. شكراً.
في إيه على الغدا؟ أنا جعانة جدا. الأطباق المميزة بتاعتي، أنا عملت 2 احتياطي، دلوقتي اختاري واحدة وينزداي. عذاب، مفيش غير عذاب في دماغي. لا، إحساسي بيقولي أختار ده. إيه؟ بروكلي؟ يو، أنا مش هاكل الكلام ده، أنا هجرب التاني. طيب، هو ده كان فخ؟ أكل صحي فقط، زودي فيتاميناتك. لا، اهدي شوية محبة الخضار، ده مفيد عشان البيبي. أنا مش عارفة أي حاجة عن رعاية الأطفال. يلا نتمرن شوية. أكيد دي طريقة غلط للتغيير، بس مكانها مظبوط. ممكن يكونوا بيربطوا الدايبر هنا. أنا هديكي ماستر كلاس، بصي عليا كويس وحاولي تفتكري. مبهر، دي تكنولوجي مش معروفة للبني آدمين. دلوقتي انتي فهمتي هي بتتعمل ازاي؟ أقولك الحقيقة مش قوي. أوكي، يلا نعيد الخطوات وبلاش تشتيت انتباه يا وينزداي. الأصدقاء الروبوت بيعرفوا يعملوا أي حاجة. بصي على النتيجة، مظبوطة جدا. فهمتي؟ لا يا ميجن، أنا هستلفك لحظة واحدة. جاهز؟ فهمتي؟ للأسف ما فهمتش. أوه يا ربي، عملتي كده إزاي؟ أنا حتى ما خدتش بالي. الاحتراف في الشغل. الوحش صرخ. زي الرواية بتاعتي. عايز تاكل يا بيبي؟ بس خليك هادي ممكن؟ انت عندك حق، الواحد مش هيستحمل البروكلي على طول. انا مش مستنيه حد في الوقت المتاخر ده. كنت اتمنى ان اكون عايش على جزيره مهجوره. صباح الخير يا مدام، انا المقدم فوكس. جيرانك بيشتكوا من الدوشه. بطلي لعب. انت عندك كارثه هنا، اتصرفي. دي اكيد جينات البيبي ادم بتاعي. انت مش انت وانت جعان. أكل البيبي يا إما البيت مش هيستحمل. على فكرة أنا معايا حاجة حلوة، تحبي تاكليها؟ الأطفال والكبار هما الاتنين بيحبوا الحلويات جدا. البار اختفى. أكل مش صحي. البنت دي عندها قوة خارقة. أنا محظوظ إن هي ما كانتش بتنشن عليا. أنا آسف يا فندم، بس لازم أنضف الحاجة اللذيذة دي من على إيدي. هو كان ده ضروري تدمري الشوكولاتة المسكينة دي يا ميجن؟ باي باي. اطلبيني لو احتجتيني. جه وقت وجبة الخضار؟ مستحيل. اللطيف لسه ما خلصش حمام. أقف عندك، رايح على فين بسرعة دي؟ أظن إنك نسيت تشد السيفون. كل الأوض لازم تكون نظيفة جدا عشان لما البيبي يتولد. جه وقت انتقام ثينج. العثور على سائل في البرنامج. ياي، محتاجة صيانة. تشاو. دلوقتي ثينج يقدر يستريح ويستمتع بالفن بتاعه، خصوصاً إن العروسة الذكية اللي لا تطاق بطلت تقف قدام الفن بتاعه. ابدأ التشغيل، أنا مش هسامحه. مش هتعرف تستخبى من عينيا الليزر. لقيتك يا صغير. الموضوع سخن ما بينهم. استعد للخناق. بتستخدم طرق ممنوعة. اوعى تتجرأ وتبوظ حاجة. المخترع كان بيجمع فيا بقاله شهر. أنا متأكدة إنك هتهدى هنا. استريح يا مشاغب. أتمنى إن ده يكون لقاءنا الأخير. أنا متأكدة إنه هيتجمد في المكان اللي هو فيه. تعبتي من الحمل أنت كمان؟ شفتي ثينج؟ هاي ميجن، وهي مش شغالة أنا هدلع نفسي بآيس كريم. سهل جدا إن الواحد يضحك عليها. الوجبات اللذيذة دي هي كمان محتاجة اهتمامي، وأهم حاجة النهاردة هعمل وليمة. لحظة واحدة، هو ثينج فعلا كان في الفريزر؟ أنا جاية لك يا مسكين. إيه اللي دخلك هنا؟ أنت لازم تتدفى. لازم أشتري مجفف شعر أقوى من ده. لا، ده بياخد وقت كتير. يلا نجرب طريقة تانية، بس خطر شوية. هحاول إن أنا مكسرش صوابعه. أنا هخرجك من التلج، بوعدك. ده مش نافع. ممكن تساعديني؟ ثينج كان محبوس في الفريزر. أنا عندي فكرة. مفيش أثر للحياة جواه. دي مأساة. ده ما عندوش غير 160 سنة بس. قضينا مغامرات كتيرة مع بعض. ما تودعهوش بالسرعة دي وينزداي. هو حقيقي؟
اسفه يا ميج، دي الهرمونات. صاحبي، انت اتحبست ازاي هنا؟ ايه؟ ميجن كانت عايزه تتخلص منك؟ انت جهاز شرير. العروسه المكاره كانت عايزه تثبت مين اللي مسؤول عن المكان ده، وواضح ان حركاتها خوفت ملكه الرأس وينزداي آدمز. هاي اهدي، اتحكمي في نفسك يا قطعه الحديد. بصي انا جبت ايه من المطبخ. لا، انت جايبه ليا؟ ما تخافيش، انا ما كنتش اقصد، ده كان خطأ في البرمجه. النهارده تقدري تاكلي كيك، بس بلاش لعب بالسكاكين تاني. خلينا نعمل شوبينج ونستمتع. اوكي، تعالي ورايا. انا متأكدة ان زيارتنا للمحل هتكون حدث مش هننساه. اتفرجي عندك وانا هكلم المدير. طيب، كل حاجة ماشية كويس. انا طلبت ميجن من الويب سايت، من فضلك ممكن ارجعها؟ ايوه، هي لسه في الضمان. مين اللي قال ان الروبوت مش ممكن يكون ستايلش؟ لطيف جدا. الاختيار اللي بعده مش وحش، انا هجرب تاني. هايل. الناس بتبيع هنا كل حاجة، مش معقول. ده جميل. انت خطفت قلبي الحديدي. انا وقعت في الحب. ممكن ناخده البيت؟ مفيش مكان عندنا يا ميجن، بس احنا ثنائي رائع. ضغطة بسيطة. دراعي المسكين. سيب الراجل في حاله. بنت شاطرة. انا خايف ان انا اطفيها. سهل جدا، هتدوس زرار واحد. خليك شجاع. اتفضل. اخيرا الحرية. طيب رجع لي فلوسي. ايوه، انا كنت هنسى. 100 200 300. انا هاخدهم كلهم عشان نفسيتي اتدمرت. باي باي. انا محتاجة ابيعها بكرة. ده كان يوم صعب. الوقت متأخر خالص، لازم اقفل المحل. الشغل في امان تحت الاشراف بتاعي. المجرمين مش هيعرفوا يدخلوا. الحارس نسي ان اشرس المجرمين بيستخبوا قدام عينيك. اشتري العروسة بتاعتنا، عليها تخفيض. انا اتضحك عليا. مهمتي الرئيسية اني الاقي واعاقب المذنب. نور عالي. انا ما نمتش، انا كنت قافل عيني ثانية. أنا عندي ضربة إيدي يمين قوية يا عروسة. كشاف ضد روبوت. الجولة التانية. أهلاً يا ناس، ساعدوني أي حد. حاول تعرض عليهم خصم. أنا عندي خطط للتستر الجميل بتاعي. الرحمة. طيب، أنا لازم أنام في الصندوق، وظهري كده هيوجعني تاني. أنا متوترة. كل حاجة تكون كويسة، بس خدي نفس. مش مسموح لك إنك تتوتري. وادفعي أجمد يا حبيبتي، ادفعي. الأثر بتاعها بينتهي هنا. قررتي إنك تستخبي مني في المستشفى يا وينزداي؟ مفيش مكان للهروب. لأ، أنا بولد. استريحي هنا يا مدام. حبيب مامتك. أكيد هيكبر ويكون مزعج زيي بالظبط. انت معاكي اللزق، وازاي انساه؟ ما تقلقيش يا مس ويلر، مش هيوجعك. بص عليهم، وينزداي وإيلين أطفال صغيرين، بس هما شكلهم مشاغبين. واو، شعري. احنا لازم نساعدها. ما تتحركيش يا مس ويلر. في عقاب شديد جدا للتصرفات اللي زي دي في أكاديمية نيفرمور. بوليس، اقفوا. أنا من قسم مكافحة الأطفال الأشقياء. مين كان يفتكر إن خدعة بسيطة زي دي توصل لكده؟ وينزداي، أنتِ اتأخرتي كده ليه؟ مس ويلر بتنام كتير. وينزداي وإين الصغيرين إن هم يقضوا فترة السجن لوحدهم، فأمهاتهم لازم يفضلوا معاهم. زنزانة مخيفة، كل خيوط العنكبوت دي والحاجات اللي بتمن رجلين اللي عايشة فيها. هو في ريمبو انفجر هنا، بيلمع قوي. الألوان الرخيصة دي هتتعبنا احنا الاتنين. مستحيل إن وينزداي وأمها الغنية تعجبهم الزنزانة دي. ماما، هنعمل إيه؟ أنا عندي فكرة. هاي إينت، تعالي هنا. ما تلمسيش حاجة. أنا بقترح إن احنا نبدل الزنزانة. خدي الفلوس وسيبي العناكب دي لينا.
الألوان الكتيرة اللي عاملة زي الكابوس دي مناسبة معاكي أكتر. طيب مش هقدر أرفض العرض ده. إينت إحنا هنمشي. ده عجبني أكتر، بس لسه في شغل قدامنا. رائع، خلينا نخليها أجمل كمان. جه وقت إعادة التعليم بتاعكم. أنا مش هروح. لا هتروحي، التعليم مهم. طبعا إينت خليكي مؤدبة وتعلمي كل حاجة ظابط ويلس هيقول عليها. يلا يا بنات. أيوة شكله رخيص. الأم الغنية ونسدي أكيد كارهة الأساس الفقير ده، بس هتعرف إزاي تظبطه. الديكور الجاثيك الغالي هيخلي البنت تحس إنها في البيت. واللمسة الأخيرة، دلوقتي تقدري تعيشي هنا. الأم الفقيرة إينت هي كمان عايزة تحسن الزنزانة بتاعتها. حاجة مؤسفة إن السحر ده مش هيشتغل معاها، بس الخيال شغال. مفيش حاجة اسمها ألوان كتير. أنا هستخدم شوية معجون أسنان، هاخد منه حبة صغيرين. يلا نضيف شوية مية، دلوقتي نقلب وبقت جاهزة. مفيش غير إينت اللي ممكن تختار دهان الريمبو الديكور في السجن. دلوقتي بقى عندنا ريمبو بتاعنا. رائع، بنتي هتحبه. دلوقتي بقى ممتاز. وقت إضافة إضاءة، مش لفترة طويلة. ما تقلقوش، دي مش محاولة هروب، بس خدعة بسيطة لجارتنا. قمر. هاي، عايزة سناك؟ امسكي. دلوقتي يا ريت إن إينت ما تتحولش الورولف في الزنزانة. هاي، دي أدلة مش لعب. شيلوهم ويلا نبدأ الدرس بتاعنا. طيب من الصعب إن احنا نعيد تعليم البنتين دول. المهمة الأولى بتاعتكم 5 سنين زائد 7 سنين يساووا كام؟ إجابتكم؟ هاي ارفعوا السماعة دلوقتي. دي وداني وجعاه. أنا قلت ارفعوا السماعة يا أطفال المجرمين. وينزداي أظن لازم نجاوبه. لا، ده هيخلي الحصة بتاعتنا مملة. ده صحيح، التليفون ارفعوا السماعة يا إما هكونوا في مشكلة كبيرة. احنا مش فاهمين، مش واضح. الظاهر إن الدرس الأول في السجن خلص قبل ما يبدأ. هاي انتوا رايحين فين؟ ارجعوا هنا حالا. طيب ايه رأيك في الزنزانة بتاعتنا يا إينت؟ دلوقتي بقت على الستايل بتاعنا. ايه رأيك يا وينزداي؟ شغل وحش يا ماما، عاجبني. دي صورتي المفضلة. طب الظاهر إن في حد جعان. حضرة الظابط ويلس، جه الوقت إن احنا ناكل. الغدا جاهز، بون أبيتي. واو، مش هينفع تقدم حاجة زي دي للورولف. طيب على الأقل حاجة. طيب البنات مش هينفع يفضلوا جعانين مش كده؟ بس في حد عارف ازاي بيتاكل الشوفان الحجر ده؟ أنا مش هاكل ده. حاولي تتخيلي إنه فراخ. هنعمل إيه؟ ريحة جميلة، يامي. هي مش دونت بس برضو جميلة. جه الوقت إننا ننام. دي فرصة هايلة إن احنا نستغل حب الظابط الشديد للحلويات. أوبس، فيو. بس من الواضح إن الحب ده طلع قوي جدا لدرجة إن العلبة الجديدة من الكريمة طلعت خلصانة. أنا عندي فكرة. مين هناك؟ هاي، أنا بحب الكريمة. استني، خلينا المرة نحسن التذوق بتاعتنا بإن احنا ناكل وعينينا مغمضة. طيب يلا نبدأ. لذيذة قوي. أنا بقدم لكم طبقنا المميز، شوفان السجن. ده مقرف. ده اللي أنا توقعته، بس مفيش داعي إن انتوا تزعلوا. احنا عندنا قائمة خاصة للأغنياء في السجن. اتفضلي يا مدام ويا مدموزيل، اختاروا اللي يحبوا قلبكم، لو كان عندكم طبعا. طيب أي حاجة مقابل فلوسكم. من الواضح إن وينزداي الأم ما عجبهاش قائمة طعام الأغنياء. البنات دي مش زي الناس الغنية العادية، وده معناه إن عندهم ذوق خاص. خيط العنكبوت بدل الكريمة وسبيك الدهب بدل الجبنة. أيوة فعلا، مفيش غير عيلة آدم اللي يعجبها الطبق ده. مش هقدر أبص على الكلام ده. أنا محتاج حاجة تشغل التفكير بتاعي شوية. أنا نسيت إن أنا أقطع الصفحة. دي وظيفة بتتعب الأعصاب، عشان كده أنا بيجيلي فقدان في الذاكرة. الجمعة 13 ده يوم مميز للسجناء عندنا. إحنا كنا هننسى. إينت جهزت كل حاجة؟ أكيد، حاجة كويسة إن إحنا كنا مستعدين. كل سنة وأنتم طيبين يا بنات. كيكة مميزة لأطفال مميزين. إحنا بس عايزين نقسمها نصين. استنوا، الأدوات الحادة ممنوعة في السجن. أنا هصادر الأدوات دي. بس أنا هقطعها إزاي دلوقتي؟ أنا عندي الحل. لحظة واحدة، خلصت. جربي دي. طيب شكراً، أتمنى إنها تعجبك. إينت ده نص بتاعي. 100% كيكة شوكولاتة غامقة عشان وينزداي، وبسكوت فراولة رقيق لإينت. أنا معايا هدية.
دي عشانك يا بنتي. واو، دود مغربي. كنت عارفة إنها تعجبك. أكيد، ده مش فاضل منهم غير 50 واحدة بس في العالم. طيب دلوقتي بقى فاضل 20. استني هنا، أنا جبتلك شوية كمان. رائع، دول سود. شكرا يا ماما. دي مش كل حاجة، دي جميلة جدا، طلبتها مخصوص، حبيتها. ما تبصيش، دلوقتي فتحي عينيكي. ترى واو، أنا كنت بحلم بعروسة باربي بقالي كتير. شكرا يا مامي. أوه، أوبس، مفيش مشكلة، دي الطبيعة بتاعتنا. أنا عندي فكرة. أمي إيند الفقيرة مش هيكون معاها فلوس كفاية إنها تشتري عروسة تانية لبنتها. واو، مشوق. بس هي بتعرف تعمل أي حاجة بإيديها. تقدري تتعلمي إزاي تعملي أي تسريحة شعر عليها. عجبتك؟ أكيد. تعباني الصغير، عجبتك العروسة؟ أنا دايما هفتكر الحلم. المتعة مش هتخلص دلوقتي. أنت هتلعب مع وينزداي. أنا هعمل أي حاجة تتمنيها. دلوقتي حطي الخصلة دي هنا. أيوة كده. ودي شاطرة. هاي، دلوقتي بقيت أعرف أعمل الضفاير. طيب عروسة وينزداي تسريح الشعر واقعية أكتر. مسكين الضابط واليس أغمى عليه من كتر الإرهاق. هو أنا عايش؟ هو أنا في الجنة؟ يلا نشوف. لأ، ده كأني عايش في كابوس.